عليكم متابعينا، احنا بتوع الملخصات. ملخص النهاردة هو فيلم رومانسي مليان مشاعر وقصص حب بتبتدي بأغرب الصدف، والعشاق فيه بيتحدوا كل الصعاب، وهتحس انك جزء من القصة، تضحك مع ضحكهم وتدمع مع لحظات فراقهم. استعدوا لقصة حب هتعيش معاكم حتى بعد ما يخلص الفيلم. بس قبل ما نبدأ نورونا وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نشوف فيلمنا النهاردة. بيبدأ الفيلم على زويو وهي في الطيارة وقلبها مناحة وعياط، وبيكون في موز جنبها بيديها مناديل وهي بتاخدها من غير ما تبصله. ولما بيوصلوا المطار زويو بتقعد تتكلم في التليفون وهاتك يا ضحك، ونفس الموز بيشوفها وبيقول البت دي مجنونة ولا ايه. ولما زويو بتروح البيت بتنادي على أختها وبتدخل لها الحمام، وبتصدم إن أختها حاولت تنتحر بكذا حباية من الدواء، وبتجري بيها على المستشفى، والدكتور بيقول لها إن عملوا لها غسيل معدة وإن هي بقت تمام، بس بيحذرها إن وارد جدا إنها تحاول تنهي حياتها مرة تانية، وبينصحها إنها تتكلم معاها بهدوء. وفعلا زوي بتدخل لها وبتقول لها قوليلي ايه اللي مضايقك يا حبيبتي، احنا اخوات. لكن اختها مش بترضى تتكلم معاها، وزوي بتشوف موبايل اختها وهو مبعوت منه رسائل كتير قوي لواحد اسمه لي. وتاني يوم بتروح زويو شغلها في مكتب المحاماة، وبعدها بتطلع على شركة لي اللي بتكتشف ان هو مدير اختها، وبتحكي له اللي اختها عملته. ولي بيقول لها انا بتعامل مع اختك عادي جدا، هي اللي توهمت الحب ده، وكمان انا عمري ما رديت عليها لاني مش برد على اي موظف. وزويو بتقوله بسيطة اقبل استقالة اختي وبكده المشكلة هتتحل. بس لي بيقول لها ان هو محتاج الموظفين بتوعه، وانه مش هيقدر يقبل الاستقالة، وكمان العقد اللي ما بينهم فيه شروط. وزويو بتزعل وبتمشي، ولما بتروح تحكي لاختها اللي حصل بينها وبين لي، اختها بتزعل منها قوي وبتقول لها مين قالك اني عايزه اسيب الشركه وامشي، ده ليه ده قمر. وبعدها بتكون زويو في مكتبها وبتحاول تشوف اي حاجه في عقد اختها تقدر تفسخه بيها، وبيكلمها واحد من الموكلين بتوعها وبيقول لها ان هو واقف فوق مبنى عالي قوي، وانه هينتحر لو ما اخدش فلوس نهايه الخدمه بتاعته. وبتجري زويو على المكان، وبيكون كل الناس متجمعه والصحافه بتصور، وبيوصل صاحب الشركه بتاعت موكلها وبيطلع هو ليه، وبيكون معاه مكافأة الراجل، وبيطلع هو وزويو عشان يدوله الفلوس. بس زويو بيكون عندها فوبيا من الأماكن العالية، وبتحاول تمسك نفسها بس مش بتقدر وبتتعب. وبعدها بيعزمها ليه في مطعم عشان ترتاح من اللي حصل لها في المبنى، وبتشكره على ذوقه، وبيقول لها انه هينقل اختها الفرع تاني ليهم عشان تقدر تنساه وفي نفس الوقت ما تخسرش شغلها. وهي بتشكره جدا على اقتراحه وبتوافق كمان عليه، وبيوصلها ليه للبيت بسبب ان الدنيا كانت بتمطر. وتاني يوم بيروح ليه للمطار عشان يقابل جين صاحبته، وبتبقى صديقته من وهم صغيرين، وبنعرف انها بتحبه بس هو مش بيبادلها اي مشاعر. وفي الوقت ده في مكتب زويو بيقول لها مديرها انهم حددوا ميعاد مع مجموعة شركات ليه عشان يعرضوا عليه ان هم يمسكوا له شغل المجموعة بتاعته. وبيوصي زويو وبيقول لها ان انت تقولي عننا كلمتين حلوين بما انك تعرفيه قبل كده واتقابلتوا يوم حادثة الموكل. وفعلا بيروحوا، والمدير بيعمل حجة انه عايز يروح الحمام وبيخلع، وبيصدر زويو، وبتفضل هي تتكلم عن مميزات المكتب بتاعهم وقد ايه فيه محاميين شاطرين جدا، وانهم هيهتموا بشغل المجموعة كلها. وفعلا ليه بيقتنع وبيوافق على العرض بتاعهم. وزويو بتكلم المدير وبتفرحه وبيكون هيطير من الفرحة، وبيعزمهم بالليل عشان يحتفلوا بالديل العظيم اللي عملوه النهارده. وبعدها بيجي لها السواق بتاع ليه وبيقول لها ان هو عايز يشوفها، وبتروح له وبيعزمها على مشروب، وبيقول لها انها كانت هايله في الاجتماع النهارده، وهوب بيعترف لها بحبه، وبيقول لها ان هو وافق على العرض بتاعهم عشان تبقى المحاميه بتاعته وتفضل قريبه منه. بس هي بتقوله احنا ما نعرفش بعض كفايه، وانه اكيد اتسرع في مشاعره دي، ولو هو قبل الشغل عشان هو بيحبها فالاحسن يلغي الشغل اللي ما بينهم، وبتسيبه وبتمشي. ولما بتروح اختها بتقول لها انها شافت خبر ان مكتبهم اخد الشغل بتاع المجموعه بتاعت لي، وبتسالها ازاي ده حصل. وزويو بتقول لها ان ده شغل والمكتب وافق عليه، وانا ماليش اي سلطه ارفض اي شغل بيجيلنا. وبعدها بتكون زويو بتشتغل، وبيتصل بيها ليه وبيقول لها انها معزومه على العشاء عنده. ولما بتروح له بيقول لها ان هو كان جنبها في الطياره، وانه عطاها مناديل لما كانت بتعيط، وبيسالها هي كانت بتعيط ليه. فبتقول له ابدا يا سيدي، اصلا انا في اليوم ده كنت بخلص اجراءات الطلاق بتاعتي. فبيقول لها للدرجه دي كنت زعلانه؟ فبتقول له لا خالص، ده كان كابس على نفسي 3 سنين وما صدقت خلصت منه، بس انا كده ازعل اعيط افرح اعيط.
وبيفاجئها ليه إن هو بيطلبها للجواز وبيحاول يقرب منها، بس هي بتجري وبتسيبه وبتكون في الطريق ومروحة وبتقعد تفكر في كلامه، وبعدها بتتهرب منه لما بيتصل بيها، وحتى في شغلهم كانت برضه بتتهرب منه، وبيروح لها المكتب وبيقول لها إنه مش هيضايقها تاني، وهي بتقوله يا ريت تتعامل في حدود إنك موكل وإني المحامية بتاعتك مش أكتر من كده. وفي مرة بتكون زويو قاعدة مع السكرتير بتاع لي وبيقول لها إن لي غلبان وطول عمره لوحده، وإن أمه ماتت وهو صغير، وإنه ملوش أصحاب كتير ودايما بيحب الوحدة، وهي بتتعاطف جدا مع لي بعد اللي عرفته، وبتسافر معاه عشان عندهم صفقة شغل بره، وبتكون زعلانة قوي على الطريقة اللي عملته بيها، وبالليل بتشوفه وهو على البحر وبيقول لها إن والدته وحشته جدا، وهي بتقول له يلا روح نام بدري عشان هنرجع الصبح لبلدنا. وتاني يوم بتكون في طريقها للشغل بتاعها وبتشوفه قاعد بيشرب قهوة في مكان هي بتعدي منه كل يوم، وبتعرف إنه بيستناها كل يوم عشان يشوفها وهي معدية قصاده، وبيقول لها إنه هيسافر خلاص عشان يخلص شغل بره وهيرجع تاني، وهي تكون فكرت في العرض بتاعه وتشوف لو هيوحشها ولا لأ. وبتقعد زويو طول السفر بتاع ليه وهي مفتقداه عمالة بتفكر فيه، وبتعرف منه ميعاد رجوعه وبتروح له المطار عشان تستقبله وبتحضنه حضن مطارات، وبتقوله إن هو وحشها جدا، وبيسافروا هما الاتنين مع بعض عشان يحتفلوا بارتباطهم ببعض وإن هما خلاص بقوا كابل رسمي. ولما بيرجعوا زويو بتروح لليه البيت وبتقوله بص بقى يا ابن الناس عشان نعرف نكمل على نور، احنا لازم نتعاهد على كام حاجة. اولا انا ماليش دعوة بفلوسك نهائي، وخد يا عم الفيزا بتاعتك اهي وبلاش تحسسني انك مليونير. وتاني حاجة لازم دايما نكون مع بعض قد ما نقدر، ولو فكرت في يوم انك تسيبني يا ريت تقولي لان ما عنديش استعداد انك جرح تاني. وهو بيوافق على كل شروطها. وبعدها بتيجي جين صاحبة لي وبتكون جايباله غدا معاها، وبتتفاجئ لما بتشوف زويو قاعدة معاه وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وجين بتبصلها من تحت لتحت، وليه بيفجر القنبلة وبيقول لجين إن هو وزيو خلاص هيتجوزوا قريب. وبعدها بتحصل كارثة في شغل ليه، وبيكون أخوه اللي عايش في أمريكا سحب كل رصيدهم في البنوك، وبيقول ليه لزوي إن هو هيسافر عشان يحل المشكلة دي بنفسه، وزيو بتودعه. ولما بيرجع بيقابلها وبيكون مخبي ايده وهو ماسكها، وبيقول لها ان عنده مشكلة كبيرة وان مجموعة شركاته خلاص هتفلس، وهي بتطمنه انها جنبه لحد ما كل مشاكله تتحل. وبعدها ابوه بيشوفها وبيقول لها انه عارف بالموضوع بتاعهم وان علاقتهم محكوم عليها بالفشل. وبتكمل بقى كمان لما جي بتروح لزويو وبتقول لها ان هي وليه هيتجوزوا، وان ده قرار ابوها وابوه، وان ده كان شرط ابوها عشان يساعد ليه في الازمة المالية بتاعته، وبتقول لها يا ريت بقى تبعدي عنه لانه هيبقى راجل متجوز. ويومها بالليل بيروح ليه لزويو البيت وبيقعد يعيط وبيترجاها ان هي ما تسيبهوش، وان هو مغصوب يا عيني على الجوازه دي، وان هو بيحبها قوي. بس زويو بتقوله خلاص موضوعنا خلص ومكانك مش هنا، مكانك جنب جي اللي هتبقى مراتك. وتاني يوم بتقعد زيو يا عيني تحضر لهم في عقود الجواز، وهي بتشوف حبيب عمرها وهو بيتجوز غيرها في مشهد يقطع القلب. وبعدها بتفضل تشرب لحد ما بتتدمر، وزميلها بيقعد يساعدها ان هي تروح للبيت. وبعد فترة زويو بتكون معزومة في فرح واحد من الشركة بتاعتهم، وبتتفاجئ بليه ان هو معزوم في نفس الفرح، فبتاخد في وشها وبتمشي، بس ليه بيخرج وراها وبيفضل ينادي عليها وبيحضنها وبيعتذر لها. وطبعا اختها بتكون سامعة كل الكلام من ورا الباب، وبيقول لها ان هي وحشته قوي وانه مش قادر على بعدها، وبياخدها على بيته. وهناك زويو بتنهار وليه بيفضل يعيط وبيقنع زويو انهم يهربوا مع بعض بره البلد تماما وانهم يعيشوا لوحدهم بعيد عن كل الناس. لكن فجأة بيقطع كلامهم مكالمة زويو من اختها وبتقول لها انها واقفة على نفس المبنى اللي كان واقف عليه الموكل بتاعها، وانها اتصدمت من علاقتها بليه، وانها قررت تموت نفسها. وزويو وليه بيجروا على هناك، وبتشوف اختها وهي هترمي نفسها من فوق المبنى، وليه بيحاول يلحقها بس للأسف مش بيقدر، واختها بتقع من المبنى. بس الحمد لله فريق الإنقاذ بيكون تحت وبيلحقها وبياخدوها على المستشفى. وليه وزويو بيبصوا لبعض وعينيهم بتودع بعض، لأنهم خلاص عرفوا إن مصيرهم محتوم وإن علاقتهم مرفوضة من الكل. وبيقرر ليه إن هو يسافر لأمريكا وبينقل كل شغله لهناك،
أما زويو فبتحاول إن هي تنساه، بس بتنهار لما بتلاقي الشركة بتاعت لي عاملة كوبري في طريق البيت بتاع زويو ومكتوب عليه اسمها، وده طبعا عشان تفضل فاكراه طول العمر. ودي كانت أتعس نهاية لفيلم رومانسي أنا شفتها في حياتي. يا ترى لو كنتوا مكان زويو كنتوا هتختاروا حب العمر ولا رضا أختكم؟ ولو كنتوا مكان لي كنتوا هتستسلموا بالسهولة دي؟ متشوقة قوي إن أعرف رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم ملخصنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو لأنه بيشجعني جدا، وكملوا جميلكم بقى وانضموا لقناتنا وكبروا عيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجاية. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.